السلام عليكم، ايه الاخبار؟ انا عارف ان الفيديو ده نازل متاخر شويه، لكن ان شاء الله لعل وعسى ممكن يفيد طالب او طالبه ويطلع من الفيديو ده بمعلومه مفيده. خلينا نعرف ايه اللي هيدور في اول يوم ليك او اول اسبوع ليك في الجامعه. يلا بينا. بص يا صاحبي، اول اسبوع ليك في الجامعه بيكون زي فيلم جديد بالنسبه لك، مفيش حد عارف نهايته، بس الكل مستني يشوف ايه اللي هيحصل. بتصحى اول يوم ودماغك مليانه اسئله، هشوف مين، هقعد فين، الناس هتكون عامله ازاي. طبيعي جدا انك تحس بالحماس والتوتر مع بعض، وكل حاجه مختلفه عن المدرسه. اول ما توصل الجامعه هتحس انك في عالم تاني تماما، المكان كبير ومليان ناس وكل واحد في حاله. هتقابل بقى كل انواع الناس، اللي لسه صاحي من النوم وجاي على طول، واللي لابس كانه رايح مناسبه، وفيه اللي ماسك اللابتوب وبيذاكر من اول يوم. ما تتخضش من المناظر دي، هتتعود على كل حاجه مع الوقت. اول اسبوع في الجامعه تجربه مش هتنساها ابدا. بص يا صاحبي، اول اسبوع في الجامعه بيكون حاجه كده اشبه بمغامره كبيره. انت لسه طالع من مرحله المدرسه ودخلت عالم اكبر بكتير جدا. اول حاجه هتحس بيها هي ان الدنيا بقت مختلفه تماما، مش زي المدرسه اللي كنت تعرف فيها كل الناس تقريبا. لا، هنا هتلاقي الاف الطلبه في الجامعه، وكل واحد في حاله وكل واحد له قصته. يومك هيبدا طبيعي جدا، تلبس وتروح الجامعه وانت متحمس وخايف في نفس الوقت. هتحس كانك داخل مدرسه جديده اول مره تشوفها، بس الفرق هنا ان مفيش حد هيقول لك فين تروح وفين تيجي. الحريه هنا هي عنوان اللعبه، ودي حاجه ممكن تكون مصدر سعاده لبعض الناس ومصدر قلق لناس تانية. هتلاقي نفسك تايه في الحرم الجامعي الكبير، بتحاول تلاقي قاعات والناس ماشيه حواليك وكانهم عارفين كل حاجه، بس ما تفكرش ان هم عارفين كل حاجه، هم زيك بالظبط، بس كل واحد بيحاول يظهر انه مرتاح. اول محاضره دي بقى بتبقى حاجه زي المغامره. بتدخل القاعه، بتدور على كرسي بعيد عن عين الدكتور، وبتلاقي نفسك في وسط طلبه جايين من كل حته. ممكن تدخل وما تفهمش اي حاجه من اللي بيتقال، وده طبيعي. ما تقلقش لو لقيت نفسك مش فاهم الماده في الاول، مع الوقت كل حاجه هتوضح. والدكاتره في الاول بيحبوا يبانوا جادين جدا عشان يخوفونا شويه. اول ما هتقعد في اول محاضره هتبدا تلاحظ ان في انواع كتير من الطلبه، وكل نوع ليه طريقه تعامل مختلفه. تعالى بقى نتكلم شويه عن الانواع دي. المجتهد من اول يوم ده الشخص اللي هتلاقي معاه كل حاجه من اول يوم وجاهز في اي وقت، اللابتوب، الادوات كلها معاه، يبان قدامك ان هو متفوق، بس في الحقيقه هو برضه زيك لسه بيتعلم، هو بس بيحب يبقى منظم. المستهتر ده اللي جاي على مزاجه، مش فارق معاه يجي متاخر او يحضر اصلا، هتلاقيه دايما في اخر القاعه بيتكلم مع اصحابه او بيلعب بالموبايل. ممكن تحس انه مستريح، بس خلي بالك ان التاخير ده مش هيخدمه على المدى البعيد. الاجتماعي جدا ده الشخص اللي بيحب يتعرف على الناس كلها من اول يوم، تلاقيه بيبادر بالكلام وتعرف على اللي حواليه في القاعات او الكافيهات. الشخص ده مفيد لو عايز تكون صداقه بسرعه، بس خد بالك مش كل واحد بيكون اجتماعي بالمنظر ده هيبقى صديق مقرب ليك. اما المنعزل ده الشخص اللي بيفضل يقعد لوحده، مش بيحب يتكلم مع حد في البدايه. ده نوع من الناس اللي بيحتاج وقت عشان يتاقلم ويبدا يتعامل مع كل اللي حواليه. ممكن تلاقي نفسك في يوم من الايام تبقى صاحبه لو خليته ياخد راحته. اما عن الجدول والدراسه فهو بيكون في الاول لخبطه جامده، تلاقي نفسك مش عارف محاضراتك امتى بالظبط، والفرق ما بين كل محاضره ومحاضره ممكن يبقى ساعات. استغل الوقت ده انك تتعرف على الجامعه اكتر، وخد بالك انك لازم تتعلم تدير وقتك. الجامعه مش زي المدرسه، مفيش مدرس هيفضل وراك كل يوم عشان تحضر او تذاكر، انت هنا المسؤول عن مستقبلك. هتقول لي يا خالد طب انظم وقت فراغ ازاي بين المحاضرات؟ انا هقول لك. ممكن تقعد في المكتبه تراجع شويه حاجات او تذاكر حاجه، او حتى تاخد قهوه وتريح دماغك. نيجي بقى للانشطه الطلابيه اللي في الجامعه، ودي من اهم الحاجات اللي في الجامعه. ليه بقى؟ لان الانشطه دي هتخليك تعرف ناس كتير بره قاعتك الدراسيه، وهتفتح لك فرص جديده. ممكن تتعلم حاجه عمليه او حتى تدخل مسابقات وتنمي مهارتك. اول اسبوع هتلاقي نفسك بتتعرف على ناس كتير، بس خلي بالك مش كل حد تتعرف عليه في اول يوم يبقى صاحبك القريب. خد وقتك انك تبني صداقات حقيقيه، ما تحطش ضغط على نفسك انك لازم تكون كل الناس تعرفك من اول يوم. الجامعه مكان كبير جدا، والناس بتاخد وقت عشان تبين حقيقتها. واهم حاجه تفتكرها هنا ان الصداقه في الجامعه مختلفه شويه عن المدرسه. في الجامعه هتتعرف على ناس كتير جدا، لكن الصداقات الحقيقيه هي اللي هتستمر، هي اللي هتتكون بعد ما تتعرف على الشخص الكويس وتعيشوا مع بعض مواقف حقيقيه. بص، كل اللي احنا قلناه ده ممكن يخليك تحس بالقلق والتوتر، وده طبيعي جدا. الناس كلها بتعدي بالمشاعر دي في الاول. خد بالك ان اول اسبوع مش هو اللي هيحدد نجاحك او فشلك في الجامعه، دي بس البدايه، واللي جاي اهم. الجامعه تديك فرصه انك تتعلم حاجات كتير، مش بس في الدراسه ولكن كمان في الحياه عموما. في حاجه مهمه لازم تركز عليها في اول اسبوع، وهي انك ما تضغطش على نفسك. الجامعه عالم كبير ومختلف، وكل واحد بياخد وقته في التاقلم. ما تحاولش انك تكون زي حد تاني، عيش تجربتك بطريقتك وخد كل يوم خطوه بخطوه. في النهايه اهم حاجه في اول اسبوع انك تستمتع وتاخد كل حاجه بروقان. استمتع بالحريه الجديده واستغل الفرص اللي قدامك، وما تخليش التوتر يوقفك. الجامعه مغامره كبيره وهتتعلم فيها حاجات كتير جدا، مش بس في المواد اللي بتدرسها ولكن كمان عن نفسك والحياه. وبكده يكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.